كلثوم الله يرحمها هاد العام غتغني في موازين. في الفيديو غادي ندويو على التقنيه اللي غيخليو بها كلثوم الله يرحمها تغني في موازين، كيفاش كتخدم هاد التقنيه وقتاش بدات، ومن الفوق في هاد الفيديو غادي نوريك حتى الطريقه كيفاش ديرها عندك في الدار. الا حداك صداع ديال الكيت ولا كنتي مرون دير سيف الفيديو وخليك من بعد وتفرج فيه. يلا عوج الرويضه. هاد لا تكنولوجي اللي غيستعملوا باش يخليو كلثوم الله يرحمها تغني سور سان كتسمى الهولوغرام. هاد لا تكنولوجي كتخلي الناس اللي حاضرين في ديك القاعه كيشوفوا هذاك الحدث من كاع الزوايا، تقدر تشوفها من اليمين من اليسار من الفوق، كتشوفها كتفاعل وكتحرك نورمال بحال مزال حي. هاد لا تكنولوجي ماشي اول مره يستعملوها كلثوم، ولكن كاين بزاف ديال الفنانين قبل منها اللي استعملوا معاهم هاد لا تكنولوجي بحال مايكل جاكسون، توباك وعبد الحليم وبزاف ديال المغنيين. واش هاد لا تكنولوجي جديده؟ هاك المفاجاه، هاد لا تكنولوجي ديال الهولوغرام اول مره بانت عام 1947 على يد العالم دينيس غابور. مي هاد لا تكنولوجي بانت الفعاليه ديالها مزيان حتى الستينات فاش بان الاختراع ديال اللازير، وموراها في 1971 هاد المخترع هذا خدا جائزه نوبل للفيزياء. عطاو جائزه نوبل للفيزياء حيت صايب شي حاجه تافهه كيغنيو بها في الصحراء. لا فكرتي بحال هكا؟ خدا جائزه نوبل للفيزياء لحق كان واعر في المجال ديالو. وهاد لا تكنولوجيا راه ما كتستعملش غير في مجال الترفيه، سميتوش التفاهه، سميتو مجال الترفيه. من الحوايج اللي كتستعمل فيها هاد لا تكنولوجي كتقدر تدخل هي بزاف ديال المجالات، منهم المجال التعليمي، هي بالعوض ما انك تكون كتسمع على واحد الحاجه كيعطيوها لك تشوفها اون 3 دي. وفي المجال الطبي عاوتاني هاد لا تكنولوجي كتستعمل في صناعه مجسمات ثلاثيه الابعاد اللي كيقدروا التلاميذ ديال الطب يقراو باستعمال هاد لا تكنولوجي ويعرفوا الجسم ديال البنادم كيفاش داير من الداخل مزيان، وحتى انهم كيستعملوه في بناء صوره ثلاثيه الابعاد للورم باش يعرفوا كيفاش يعالجوه وكيفاش خداموا داكشي الى اخره. المهم هاد لا تكنولوجي كتستعمل تقريبا في كاع المجالات، ماشي غير في المجال الترفيهي، مي في المجال الترفيهي كدير بوك فاش كتستعمل، خصوصا فاش تستعملات مع توباك ومايكل جاكسون والناس حضروا العرض ودهشروا انهم كيشوفوا مايكل جاكسون وتوباك كيغني. واو. المهم باش نفهموا هاد لا تكنولوجي كيفاش كتقدر توريك واحد الجسم في الفراغ وتقدر تشوفهم بزاف ديال البلايص، غادي نقسموا الشرح لجوج مراحل. المرحله الاولى اللي هي انشاء هذاك الجسم، والمرحله الثانيه هي لا بروجيكسيون، هي ولا بالعربيه عرض داك المجسم ثلاثي الابعاد. المهم بالنسبه للانشاء ديال داك الجسم بالهولوغرام كاين ثلاثه ديال الحالات. ملي كيكون عندنا واحد الشخص حي يرزق كنشدوه وكندخلوه لواحد البيت كله باللون الخضر اللي هي واحد لا شومبر ديال الجرين سكرين ولا البلو سكرين. هاد البلو سكرين وهاد الجرين سكرين علاش كيتستعمل في مجال التصوير؟ لحقاش هما جوج الوان ما كاينينش في الطبيعه بزاف، فهمتيني؟ الوغ كتقدر في الفيديو انك تحطهم باش من بعد تحيدهم وتحط اي حاجه بغيتي. قلت لكم ملي كيدخلوا لهذيك لا شومبر ديال الجرين سكرين، هذيك لا شومبر فيها بزاف ديال الكاميرات من كاع النواحي باش كياخذوا كاع التفاصيل ديال هذيك الشخصيه. وفاش كيكون عندنا خصنا نديروا واحد المسح ثلاثي الابعاد لواحد الجسم ماشي بشري ماشي بيولوجي ما فيهش الدم واللحم، كنستعملوا اللازر. بحال مثلا ملي كياخذوا واحد التمثال وكيبغيو يديروا له مسح ثلاثي الابعاد بهذه لا تكنولوجي. وفي الحاله اللي عندنا اليوم هو اننا كندويو على مغنيين اللي ماتوا الله يرحمهم، كيفاش كتكون الخدمه في هذه الحاله؟ كيمشيو كيجمعوا كاع الفيديوهات ديالو اللي مصورين وكاع التصاور وكاع المقاطع الصوتيه اللي فيهم صوته باين، وكيجمعوا هذوك المعلومات كاملين وكيخدموا عليهم دي لوجيسيال بحال البلاندر ومايا، لا مايا هذا 3ds ماكس، وكتم المعالجه ديال هاد التصاور كاملين وكيبنيو هذاك الجسم طرف بالطرف حتى كيكملوه. موراش كيديروا كيجيبوا واحد الشخص اللي الشكل ديالو قريب لذاك الشخص وكيعرف يقلد الحركات ديالو باش عاوتاني كيدخلوه لديك لا شومبر اللي فيها كاميرات من كاع النواحي باش كياخذوا كاع الحركات ديالو والتفاعل وكيفاش كان كيتحرك. وبالنسبه للصوت كياخذوا دابا بالاي اي كياخذوا البصمه الصوت وكيقدروا يعاودوها كيف ما بغاو، وكيقدروا ياخذوا حتى المقاطع الصوتيه اللي قديمه وكيعاودوا يديروا ليها الاصلاح. كتعاود تصلح بدي لوجيسيال بحال ادوبي فوكو ولا بزاف ديال لي لوجيسيال اللي كاينين في البلاصه. من بعد ما كنقادوا الصوره الهولوغراميه ثلاثيه الابعاد وكيولي عندنا الصوت، كتجي الوقيته ديال المزامنه. مرحله المزامنه هي انك كتشد الصوره والصوت كتجمعهم وكتزامنهم زعما كدير لهم لا سانكرونيزاسيون باش ما كيبان الصوره سابقه الصوت ولا الصوت سابق الصوره ولا الحركه سابقه. المهم كيجمعوهم فهمت باينه. هنا كيستعملوا دي لوجيسيال اللي هما باينين، عندك لافتر افكت، عندك البريمير برو، عندك الفاينل كات، عندك دافينشي، كاين الرام ديال لي لوجيسيال اللي كيديروا هذه الخدمه هذه. اشهار الا كنتي باغي دير صناعه المحتوى وما عارفش شنو تكتب ولا شنو تقدم، ملي كتوقف قدام كاميرا كتلف وما كتعرفش تهضر وما كتعرفش كيفاش تصور انت في الفيديو الصحيح، الوغ الا كان عندك هذا المشكل ما عليك غير تدخل للرابط اللي كاين في البروفيل ديالي ولا تعيط في الرقم اللي كاين في اول تعليق وتريزيرفي البلاصه ديالك. عندك
عندك 4 الحصات كتعلم فيها كيفاش تكتب محتوى، كيفاش تخدم الاي اي، فيها حصه ديال المسرح وكيفاش توقف قدام كاميرا وتكون انت تايق في راسك، وعندك حصه ديال لا فوتوغرافي وكيفاش تصور وكيفاش تانطالي لا لوميير ديال، والحصه ديال خوارزميات ديال انستغرام كيفاش كيخدموا وكيفاش دير الاناليز ديال الداتا اللي كاينه في الانترنت باش توصل لاحسن نتيجه. ودابا حاليا كنتعامل مع مجموعه من المدن اللي كاينه في المغرب كامل وحتى برا المغرب، غادي كنتشر مزيان. تقدر تجي عندي مرحبا بك انك دوز فورماسيون بريزونسيال في قسم وانا واقف قدامك الا كنتي ساكن في الدار البيضاء، ولا ما كنتيش ساكن في الدار البيضاء ماشي مشكل، كاين حتى الدروس ا ديستونس اللي كنديروهم تقريبا كل سيمانه. فوالا المرحله الثانيه واللي هي فيها السحر كامل هي المرحله ديال العرض ديال ديك الخدمه. كتعرفوا لي بروجيكتور السينما ديال شحال هادي اللي كيكونوا عندهم بوله كتعطي واحد ليماج، تقريبا هاد لي بروجيكتور ديال الهولوغرام عندهم نفس الكونسيبت، غير هما كيخدموا باللازر. اللازر علاش؟ لحقاش هو مصدر ضوء متماسك كيضوي على راسو، هما كيضوي. ندعي فيه، ندعي في هذا الموتور، ندعي فيه حتى 4 الصباح من حقي. سير لي بلاش. اللي كيوقع سورسان هو كالاتي: هما كيجيبوا مجموعه من قطع ديال الزاج وكيحطوها مايله بواحد الزاويه معينه، والبروجيكتور ديال الهولوغرام لازر كيكون الفوق والاتجاه ديالو كيكون متوجه لواحد المرايه. هذيك المرايه اللي بدورها كتعاود تعكس الصوره اللي جابها لها البروجيكتور على واحد الشاشه اللي كاينه في الارض. والناس اللي تفرجوا في كلثوم اللي كانوا جالسين الفوق راه غادي يلاحظوا بان كاينه واحد الشاشه كانت موراها في الارض، وبهذه الطريقه كنقدروا نشوفوا جسم هولوغرامي في الفراغ. وكما قلت لكم في الاول ديال الفيديو، هذه المساله هذه تقدر انت تنفذها غير في الدار. انا نخلي لكم هي تقدروا تكتبوها وتقلبوا عليها الطريقه وديروها غير في الدار وتعيش تجربه لايف. هاد لا تكنولوجي ديال الهولوغرام بزاف ديال المبدعين عبر التاريخ ديال السينما كيعتبروها بانها هي لا تكنولوجي اللي غادي تكون في بلاصه لي زيكرون اللي غنكونوا كنشوفوا فيها المحتوى، بلاصه هذوك التلفز مربعين بحال هكا غتولي كتشوف حوايج مجسمين. وكاينه بحال المنظمه الروسيه اللي سميتها 2045 الهدف ديالها الوحيد هي انها تدعم اي بحث علمي خدام على انه ينقل الانسان البشري من الحاله البيولوجيه ديالو اللحم ودم للحاله الرقميه. وموراها وفي اخر مرحله عندهم اللي هي في 2045 هي المرحله ديال الهولوغرام. واللي عزيز عليه هذا المواضيع انا راه فايدير واحد الحلقه، تدخل اليوتيوب تكتب عليها سميتها خلود الموتى، داير عليهم حلقه مفصله وبالمصادر العلميه وكل شيء. دخل قرا مع راسك، وفاش تدخل تما كتب لي كومونتير قول لي انا راه جيت من الفيديو ديال الهولوغرام. السؤال اللي بغيت نطرح لكم دابا، كلثوم الا كانت عايشه دابا واش تبغي ان يدار بها هذا الشيء؟ خلي لي الاجابه ديالك في التعليق، حيت دابا شويه الفيديو غيدخل في مرحله جديده. الجواب ديالي انايا انطلاقا من شنو قريت على كلثوم والمغنيين شنو عاودوا عليها، ما تبغيش. حيت كلثوم ما كانتش ظريفه كيف ما كنتصوروا حنايا ولا من الاغاني ديالها، لا. كلثوم كانت عكس الصوره اللي كاينه في الاذهان ديال الجمهور ديالها. كلثوم كانت بسمحوا لي بصريح العباره كانت فريه، كتخرج في بنادم كديرها بحال الدراري. الا مشيتي وقفتي في طريقه راه بسباب ان عبد الحليم حافظ عطى رايه في واحد الاغنيه ما قالش عليها خايبه، قال اغنيه ماشي تلهيه، كانت غادي تنهي لا كارير ديالو، كانت غادي تكون سبب اننا ما نسمعوا حتى لعبه على عبد الحليم اليوم. كانت مسمومه لدرجه ان فاش كانت تجيها لا ليست تاع بروغرام ديال السهره من كتقرا فيها عبد الحليم كديروا بحال الرق هذا ما يجيش، وما كان حتى شي حد يقدر يناقشها لحقاش كانوا عندها علاقات قويه لا في وسط مصر لا برا مصر ومع شخصيات كبار. يعني ختنا كانت الكلمه ديالها بحال السيف. واشهر قالب كانت دارت كلثوم لعبد الحليم واللي كان طاح الارض وبدا كيفركل، ما كفاش انها غير تمنعوا من السهرات، لا، في واحد السهره اللي كتعتبر عندهم سهره مهمه بزاف اللي هي السهره ديال 24 يوليوز 1964، واللي كانت السهره اللي كيحضروا فيها الريوسه تاع الدوله، فهمتي، يجي كاع الناس المهمين لا في مصر لا برا مصر. وهذيك السهره كتكون بمثابه واحد المرحله مهمه في حياه اي فنان انه يغني في هذيك السهره باش كيستعرض المواهب الفنيه ديالو، حيت ماشي بحال دابا كاين السوشيال ميديا كيقدروا الناس يعرفوا الجديد ديالو بسرعه. لا، الوغ شنو غادي دير كلثوم؟ كاين جوج روايات. الروايه الاولى كتقول بان كلثوم فاش دخلت للسهره ما كانتش عارفه بان عبد الحليم غيغني موراها، لدرجه انهم شدوا خباو الفرقه ديالو باش ما تشوفهاش، ولكن كلثوم في وسط السهره عرفت بان عبد الحليم كان يغني. والروايه الثانيه اللي كتقول بان لا، كلثوم كانت في راسها هي وعبد الوهاب ودايرين في البروغرام بانها هي غتغني وموراها عبد الحليم. فهذا راه شرف لعبد الحليم انه يغني مورا كلثوم. علاش؟ حيت في البريستيج ديال السهرات شنو كدير؟ ستار كتخليه هو اخر واحد، النوامر الاولين كيكونوا ناس يلاه كيطلعوا يلاه كيقلبوا على راسهم، ولكن في هذيك اللحظه قالوا لك لا، عبد الحليم يكون هو الاخر. المهم بدات السهره كلثوم بدات كتغني، الناس مستمتعه، غنات 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 غنات. فجات الوقيته اللي خصها تحبس، شنو غادي دير؟ دارت عند شاف اوركستر ديالها وقالت له شوف غادي نغنيو انت عمري. الفرقه تصدمات، علاش؟ حيت عارفه بان اول حاجه
انت عمري كان يلا عبد الوهاب لحنها ومازال ما تريناش عليها بزاف ديال المرات، يعني تريناو عليها 2 مرات ولا 3، صعيب انهم يلعبوها لايف. ثاني حاجه هما عارفين بان الاغنيه طويله بزاف وهكا غادي يدخلوا في البروغرام ديال المغني اللي موراها. شنو دارت؟ ما تسوقاتش، دارت وقفات وخلاتهم كيبريباريو الاغنيه وغنات لي اول مره انت عمري، وغنتها بواحد الطريقه واعره في الوقيته اللي الجمهور كامل مستمتع عجبو الحال بداك الابداع اللي كتقدم. عبد الحليم طاح للارض وكيفركل، عرفتي وصل لواحد الدرجه ديال صافي. وباش تزيد في السم ما كفاهاش انها غادي تدخل في البروغرام ديال عبد الحليم، لا فسالات انت عمري وجات في الاخر وهي تغني الاغنيه ديال السلام العسكري، الاغنيه اللي فاش كتغنى في السهره بحال اللي كتقول لعباد الله صافي يلا سيرينا عمشوا بحالنا يلا تحركوا. الناس اللي هما مهمين واللي جاي عبد الحليم على قبلهم باش يشوفوا بداو كيتحركوا بحالهم، والجمهور عيا لحقاش هي راه ديباسات الوقيته الجمهور بدا كيتسخسخ. غتسالي هي وغتنزل على خاطرها وهكاك عبد الحليم غادي يطلع وقال هاد الكلمات. يعني ما هياش غنى انما كلمه بسيطه ارجو انكم تسمعوها. طبعا منتهى الجرأه ان واحد يغني بعد ام كلثوم او يختم حفله غنت فيها ام كلثوم، لكن وخصوصا بعد ما غنت اللحن العظيم الاولاني واللحن عمري. لكن انا ما اعرفش يعني استاذ عبد الوهاب والست ام كلثوم اصروا ان انا اختم الحفله، ده شرف كبير، ما اعرفش هو شرف ولا مقلب مش عارف. بالملخص قال له هي راه باش تغني مورا ام كلثوم راه جرأه، ولكن هاد البلان اللي داروا ليا هي وعبد الوهاب ما عرفتوش هو الجرأه ولا قالب. وبدا كيضحك وطلع غنى وبقات محاربه. ما تهنات ام كلثوم حتى جا واحد النهار عبد الحليم على غفله ودخل عندها لي لوج وهي كتبريباريسي باش تغني، وجاو تلحلى على يديها وبدا كيبوس فيها وكتقول له منك يا بكاش، فهمتيني، وبزز باش رضات عليه. عاد فتحت له المجال، كنا نقدروا ما كنا نسمعوا ليه والو. هذا عبد الحليم صالح ما علم الله شي وحدين اخرين اللي كدارت لهم بحالكم ما وصلوناش اصلا. وفي راسكم هذا البلان هذا نعاود لكم واحد اللعيبه جات في راسكم هذا البلان هذا وقع هنا في المغرب ما بين جوج فنانين مشهورين بزاف. ما نقدرش نقول لكم بيان سور سمياتهم حيت كان بريفي وكذا، من اللي نقدر نقول بان المغني اس و اش ماشي حاتم عموره باش نحيدو، المهم اس و اش بواحد المناسبه واحد السهره كدار واحد المدينه في الشمال طنجه، وهذيك السهره مهمه بزاف لحقاش كيكونوا حاضرين فيها بزاف ديال البيزنس مان وبزاف ديال الناس اللي هما مشهورين، وكيكونوا بزاف ديال الفنانه مهتمين انهم يغنيو النمره ديالهم كامله قدام هذوك الحضور. اش غادي يوقع؟ كان واحد الفنان اللي ديك الساعه كان مشهور فهمتيني، كان مشهور حيت كان داز في واحد اللعيبه في الشرق الاوسط وجا عندنا. المهم فهمتي كان مشهور، والدري الاخر ما كانش مشهور بزاف ولكن كتبان انه راه غادي يقدر يولي نجم ولا نجم. دابا راه نجم. ناض هذاك المغني طلع بدا كيغني وفسالت النمره ديالو ما بغاش ينزل وبدا كيغني اغاني ديال الناس اخرين ومساله حتى السهره قربت تالي، والارتيست الاخر مسكين طايح على الارض وكيضحك. علاش؟ حيت راه ماشي مهم هو انك تهضر في السهره وتغني وتاخذ فلوس، لا، ولكن الناس اللي كيكونوا حاضرين تما اللي كيكون فيهم الناس اللي كيتعاقدوا على السهرات على برا ومن فوق منها عمر والفرص اللي كتقدر توصل راه هي اللي مهمه. ولكن الوقت هي نصفاتو ولا دابا مغني واعر بزاف باين صافي. لا نقول لكم وفي راسكم وقع حتى عند صحاب الشعبي. هذا صحاب الشعبي نقدر نقول لكم شكون، ولكن ما نقول لكمش الطرف الثاني، نقول لكم الطرف الاول. الطرف الاول هو عادل الميلودي، حتى هو كانت وقعت واحد الطائفه خايبه ما بين واحد جوج فنانه ديال الشعبي بسبب بسبب عبيط، هو ان هذوك المغنيين بجوج عندهم تقريبا نفس الجمهور المستهدف. الوغ في الفيستيفال ديما كيحضروا بجوج، ولكن اللي كيوقع في البروغرام شنو هو؟ عادل الميلودي مقارنه بداك المغني كيتعتبر بانه حتى هو نجم ولكن نجم جديد. الاخر لا، مغني ديال الشعبي ماشي قديم بزاف وماشي جديد، المهم بدا قبل منه، كان بادي قبل منه. الوغ اش كيديروا في البروغرام نورمال بان هذاك القديم واللي هو مشهور وكذا وهذا كيخليه هو اخر نمره. شنو كانوا كيديروا في البروغرام؟ كيديروا عادل الميلودي هو الاول ومن بعد عاد كيديروا داك الفنان، وبالتكرار ديال هذه المساله كانت تتكرر واحد اللعيبه اللي تخلي الفنان الثاني يطلع له الدم وينوض من طائفه اللي هي عادل الميلودي. الاغاني ديالو فاش كيطلع سور سان عنده واحد الانرجي طالعه بزاف، ومن الفوق الاغاني ديالو البي بي ام ديالهم طالع. بي بي ام هو الريتم، كلشي كيبدا يشطح. الوغ اش كيوقع في ديك لابارتي ديالو؟ كيسخسخ الجمهور، كيتسخسخ. ملي كينزل كيطلع المغني الاخر عنده اغاني ديال الشعبي ثقيله، كيوقع الجمهور نصو كيمشي ونصو ما كيتفاعلش كيقيشوه بحال هكا. الوغ هذه المساله برسطات داك الفنان درجات واحد الوقيته بداو كيصراو مشاكل بسبب هاد اللعيبه، وملي كيكون الاخر في واحد الفيستيفال كيقول لهم الاخر انا ما نكونش، لدرجه وصلت يقول لهم فلان ما تجيبوهش ليا. وهي نورمالمون هنا خص المنظمين يلعبوا لعبه اخرى، فهمتيني؟ داك اللي عنده ريتم عالي خليه حتى الاخر واخا يكون جديد. كاين بعض القواعد كتهرس، خصك تكون فيها الموسيقى ديال هذا وهذا. المهم هذه الحلقه دوينا بزاف ديال اللعيبات. الوغ وصلنا لنهايه الحلقه، وباش نعرفك بان وصلتي معايا حتى لهنا خلي لي كومونتير، كتب لي انا هنا
كتب لي انا هنا باش نعرفك البطل وصلتي بسهله ما تحتاج منا والو. نتمنى ان هذا الفيديو يكون عجبكم بزاف بزاف بزاف. خليو لي الاراء ديالكم في لي كومونتير ضروري باش نقدر نطور من المحتوى ديالي. وشكرا شكرا شكرا على كاع الميساجات والكومنتات اللي كيجيو لي كنقراهم واحد واحد وكندير اللي في جهدي. والى هنا والهكم واحد، نتلاقاو في الحلقه الماضيه.